السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وندعي لاخواتنا في غزة، فلسطين، في لبنان، سوريا، العراق، اليمن، مصر، كل البلاد ربنا معاهم، ربنا ينصرهم نصر عزيزا مقتدر. اللهم امين. بشكركم حبايب قلبي، شكرا جزيلا على دعمكم، على حبكم. بجد لو قعدت من هنا لسنين طويلة اشكركم مش هقدر اوفيكم حقكم والله. على راسي كل الناس اللي معايا، الناس اللي عملت اشتراك جداد. بجد كومنتاتكم الحلوة اللي بتسعدني والله العظيم. التفاعل على الفيديوهات اللي انا عاملاها والكومنتات الحلوة بجد بتسعدني جدا جدا. على اللايكات بشكركم جدا جدا. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب، ما يحرمنيش منكم ابدا. تعالوا بقى نتكلم النهارده على جمهورية احمد وامل واسماء والفيديو اللي كانت عاملاه. هنتكلم على ام جنى، وكانت بتركب كيس الدم في المستشفى، وكانت فاتحه لايف من هناك. وهنتكلم عن اللايف اللي كان عامله ضني. حطوا اللايك بقى يا حبايبي، ونتكلم عن الفيديو اللي كان عنوانه كانت اسماء طبعا اخت احمد، ربنا يفك كربه يا رب، هو وجوزها شريف، ربنا يفك كربهم يا رب ويخرجهم على خير. كانت كاتبه عنوان بصراحه، كانت كاتبه احمد اخويا حبس شريف جوزي ودمر حياتي. طبعا لازم الناس هتقرا عنوان زي ده هيخشوا يجروا، وانا بصراحه اول واحده شفت الفيديو، لانها بتتكلم عن ان هي مش عارفه شريف جوزها اتحبس ليه لغايه دلوقتي. لا طبعا معروف، لان شريف كان مأجر العربيه اللي هي احمد اتخطف فيها، والعربيه كانت من غير نمر طبعا، وهو كان كاتبها باسمه، فلازم يتحاسب على حاجه زي كده. واحنا عارفين ان احمد طبعا بيتحاسب برضه على المقلب اللي عمله، كان يعني لازم فعلا يتحاسب على كده، رغم ان احنا قلبنا معاه وقلبنا مع والدته، وربنا يخرجه يا رب بالسلامه. اتكلمت عن جالها كذا كومنت، وقالوا لها يعني ازاي انتوا بتطلعوا تعملوا فيديوهات ومش هاممكم حاجه، واخوكي وجوزك في الحبس. طبعا هي قالت يا جماعه ده القنوات دي مصدر رزقنا، هي دي اكل عيشنا، هنعمل ايه؟ ما هو ده شغلنا. احنا بنقول برضو يا جماعه، الناس اللي بتكتب التعليقات دي احنا صحاب قنوات وعارفين القناه لو ما كانتش تشتغل وتنزل على الاقل فيديو كل يوم او يوم او يوم، لا ريتش القناه بيقع، والقناه اصلا ما بيبقاش ليها لازمه يا جماعه. فده اكل عيشهم، وهي اعترفت بكده. وهم الناس دول صراحه كانوا بيقدموا يعني مقالب كانت صعبه شويه وبايخه شويه، لكن المحتوى بتاعهم ما كانش فيه ولا ابتذال ولا اي حاجه. فاحنا من مكاننا ندعي لهم. هي كانت عامله الفيديو بتاع المدرسه بتاع بنتها، وجالها كومنتات كتير وقالوا لها ما كانش صح تطلعوا تعملوا فيديوهات زي كده. وام احمد برضو طلعت ووضحت وقالت ده يعني القنوات دي يا جماعه مصدر رزقهم، وانتوا عارفين اللي بيبقى في الحبس بيبقى عايز مصاريف وعايز زيارات ومواصلات وهيصه، فقلبنا معاهم والمتابعين يعني خدوا هدنه شويه كده يا جماعه. الراجل في حبس وفي ضيقه، وندعي له ربنا يخرجه منها على خير. نحط بقى اللايك وتعالوا نتكلم عن اللايف اللي كانت عاملاه ام جانا وهي في المستشفى. يا ام جانا حتى وانت في المستشفى فاتحه لايف. طيب هي كانت بتركب كيس الدم الاخير، وقالت ان الدكتور حدد لها خلاص ايه ميعاد الولاده. طيب هي يا جماعه هي زمانها ولدت دلوقتي، لان هي كانت قاعده على الشازلونج وكانت قاعده في الاوضه، وكان في سرير حتى بتاع بيبي كده موجود. فهي واضح ان هي ركبت كيس الدم وولدت دلوقتي، بس هم بينزلوا الفيديوهات دي بتبقى قديمه. فطبعا انتوا عارفين الارباح ما شاء الله، انتوا عارفين ام جنى ما بتفوتش حاجه زي كده. طبعا وهي بتتكلم قالت انا بعد مولدها هعمل لكم ستيشن وهعمل لكم حفله جنس المولود. دخل لها كومنت بيقول لها يعني يا ام جنى سمي بتقول هسمي المولود ايه، وقالوا لها سميه اسهال، انا اسفه في اللفظ. فقالت خلاص طيب انا هعمل لكم حفله او هعمل لكم فيديو مخصوص وهنسمي على اسم النونو ايه يعني. فالمهم قالت خلاص انا هسميه اسهال، واندهولي قولوا لي يمو اسهال. طب يمو جنى حتى القرف كمان في تسميه طفل زي ده.
قالت كده يا ام جنى، احنا والله بننصحك مش اكتر. مفيش حد يسمي كده، حتى لو بتقوليها بتهريج المفروض تردي على صاحبة الكومنت وتردي عليها بطريقة احسن من كده، ما تاخديش كل حاجة تهريج. انتوا حتى لما بتقعدوا تحطوا الاكل برضو يا ام جنى بتقعدوا تتكلموا في حاجات فيها قرف، والناس فعلا بتكتب لك في الكومنتات انت قرفتينا، معدتنا تعبت، ان احنا بنحس ان احنا عايزين نرجع واحنا بنتفرج على الفيديو بتاعك. يعني كلام زي ده كتير، انت بتبقي مستحليه ده يعني، او حابه حاجه زي كده، او حابه المحتوى بتاعك الناس تتريق يا ام جنى عليه. والله بننصحك، بنقول لك حاجه لنفسك انتوا مظهر لمصر، او الناس بتتابعكم انتوا عشان قنوات كبيره، فالمفروض تبقوا احسن من كده بكتير. طيب هنتكلم برضو يا جماعه عن ضني اللايف اللي كان عامله، وانا بسميه برضو اللايف دوت ملهوش اي لازمه. طيب كاتب العنوان بتاعه هما كلمتين كان كاتبهم اهلي اخصامي. شوفوا حضراتكم انتوا بقى، اما شاب زي ده او ابن زي ده، هنقول الابن العاق، احنا بنسميه بصراحه الابن العاق، لان هو ما بيكلمش والدته ولا والده. طلع برضو قال كلام كتير على والدته وسرقها، واتكلم كلام ما كانش ينفع ان هو يقوله. طبعا لما دخلت له الكومنتات بهدلوه وقالوا له ازاي تقول على والدتك كده وعلى اهلك كده. هو حذف على طول او غير العنوان وكتبه بكلام تاني. طبعا دخلنا اللايف بتاعه ما فيش اي حاجه بيقولها يعني مش مرتبطه بالعنوان خالص. احنا بنقول لك انت حاطط العنوان ده عشان تتربح وعشان تتاجر. يعني انت بتتاجر تجاره رخيصه يا ضني، بتتاجر بامك وابوك عشان الارباح. ملعون القرش اللي يجي بكده. انتوا يا جماعه اتجننتوا بجد. الفلوس هوستكوا، الدولارات جننتكوا. كل اللي فاتح قناه دلوقتي ممكن يقدم اي محتوى او يحط اي عناوين فيك عشان يجذب المتابع. حقيقي بجد كلامي برضو يا جماعه للمتابعين، انتوا اللي بتعملوا كده. لما نلاقي محتوى ملهوش اي لازمه او عنوان اصلا احنا حاسين ان هو العنوان ده فيك، لان انتم متابعين القنوات كلها، فبلاش تتابعوهم، لان كتر المشاهدات ما هو ده اللي عامل فيهم كده، بيتربحوا اكتر. بجد انت يا ضني ابن عاق، انت عندك ولد وهيتعمل فيك كده. احنا بنتمنى ان ربنا يهدي لك ابنك سليم، لكن والدتك سافرت راحت عملت عمره، راحت لوحدها، كانت في المطار لوحدها، واحنا شفنا وهي بتصور. ابوك الحاج ناجي قابلها هناك احسن مقابله، الراجل بيعاملها معامله زوج لزوجته طبعا. ما حرمهاش من حاجه، كل يوم بيغديها بيعشيها بره، بيوريها مناظر جميله في السعوديه. مش مخلي بجد في جهد. بنشكرك حاج ناجي على انك قايم بالدور، دور ابنها وجوزها واخوها وحبيبها وصديقها وكل حاجه. الحاجه امونه بنقولك ما تزعليش، ما تفكريش فيه، لان ده ما يستاهلش فعلا ان يكون الابن ده اللي امه لما تكبر تتعكز عليه وتبقى انت المفروض عكازها. لكن للاسف الدولارات عامت عينيك. هنفضل نقولك انت ابن عاق وما ينفعش تكون ابن اصلا. الدنيا كما تدين تدان. اوعى تفكر ان ربنا بيفوت اي حاجه لاي حد ظالم. انت ظالم والدتك ووالدك، وطلعت اتكلمت كتير قوي عليهم. مش عايزه اطول يا جماعه على حضراتكم. يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم. بشكركم شكرا جزيلا. ربنا يخليكم ليا كده يا رب. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لحضراتكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.